وبعد أيها الإخوة الفضلاء، اليوم بحول الله سبحانه وتعالى وطوله وقوته ومدده وإنعامه نعيش مع اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الصبور. اللهم ما أصبح من الملوك مكافأة فما بالك فلك الحمد ولك. طيب وانت بتموت معاك برضه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي الحقيقة هذا الاسم العظيم الكريم لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه تعالى متصفا به. ولعل السر في عدم إيراد ذلك الاسم في كتاب الله هو أنه متضمن في اسم الله الحليم، فالصبر ثمرة الحلم ولا بد، فمن لا حلم له لا صبر له، فمن لا حلم له لا صبر له. لكن ثمة فارق بين الصبر والحلم، ثمة فارق بين الصبر والحلم. فمع الحلم يأمن المذنب من العقوبة، أما مع الصبر فقد يباغت الله العبد المذنب بالعقوبة. أما مع الصبر فقد يباغت الله سبحانه وتعالى العبد المذنب بالعقوبة. لذلك ينبغي على العبد أن ينتهز فرصة صبر الله عليه، ينبغي على العبد أن ينتهز فرصة صبر الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا؟ لأن قد ينفذ رصيده من صبر الله عليه فيهلكه ويفضحه ويهتك ستره، فيهلكه ويفضحه ويهلك ستره سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بس قال إيه بقى؟ بل لهم موعد. فالله سبحانه وتعالى يصبر على الظالم لكن يجعل له موعد سبحانه وتعالى لا يخلفه سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي على العبد أن ينتهز فرصة صبر الله سبحانه وتعالى عليه، ويخاف أن ينفد رصيده من صبر الله عليه فيباغته الله سبحانه وتعالى بالعقوبة فيهلكه ويفضحه ويهتك ستره. اللهم استرنا ولا تحفظنا، واللهم استرنا ولا تفضحنا. قولوا آمين. هذه واحدة. طيب، ما الدليل على ثبوت اسم الله الصبور صفة لله سبحانه وتعالى؟ كما قلت جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على إيذاء سمعه من الله. لا أحد أصبر على إيذاء سمعه من الله سبحانه وتعالى. إنه يخلقهم وينسبون له الصاحبة والولد. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، ثم يؤذيه العباد بنسبة الصاحبة والولد والشريك لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على الرغم من أن عباده ينسبون له الصاحبة والولد ويشركون به سبحانه وتعالى، إلا أنه سبحانه وتعالى يصبر على عباده. طب كمالة الحديث: فيعافيهم ويرزقهم.
فالله سبحانه وتعالى معافاته ورزقه تصل إلى الكافر كما تصل إلى المؤمن. لم يختص الله سبحانه وتعالى المعافاة والأرزاق بالمؤمنين وسلبها عن الكافرين، بل هؤلاء الذين يدعون لله الصاحبة والولد ويشركون بالله سبحانه وتعالى ويتخذون معه وله الأنداد، الله سبحانه وتعالى يصبر على أذاهم ويرزقهم بل ويعافيهم جل في علاه جل في علاه جل في علاه. هذا أمر عظيم جدا 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 جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: يشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، ويؤذيني ابن آدم وما كان له، ويكذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يشتمني ابن آدم وما كان ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني ابن آدم وما كان ينبغي له أن يكذبني، فأما شتمه إياي فادعاؤه لي الصاحبة والولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني بعد إذ خلقني. لا يعيدني، ربنا بيقول أنا هرجعك وهتموت وهتبعث وهتنشر وهتتحاسب وهيبقى في جنة وهيبقى في نار، وهو بيقول لا، ولا حاجة من دي هتحصل. فيشتم الله ويؤذيه بنسبة الصاحبة والولد إلى الله سبحانه وتعالى، كأنه إنسان يحتاج للشهوة ويحتاج للجماع ويحتاج. وفي هذا في الحقيقة كما قال الله: شتم ومسبة لله سبحانه وتعالى. فيجعلون الله كسائر بني البشر، يحتاج ويشتهي النساء ويتزوج وينجب ويكون له أولاد. إذن فما الفارق بين الخالق والمخلوق؟ والله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا وسدى، إنما خلقهم ليعبدوه ثم يجازيهم على أعمالهم. من يعمل سوءا يجز به، فيكذبون الله سبحانه وتعالى ويقول: لا يعيدوني بعد إذ خلقني. وفي الحديث القدسي أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا والإنس والجن لفي نبأ عظيم. أنا والإنس والجن لفي نبأ عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أنا والإنس والجن في نبأ عظيم. ما هو ذلك النبأ؟ قال سبحانه وتعالى: أخلق ويعبد غيري، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى عبادي نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويبارزوني بالمعاصي وهم الفقراء إلي. لذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تعلم أن صبر الله سبحانه وتعالى عظيم، وأن صبره ليس كصبر المخلوقين. الله سبحانه وتعالى صبره حاجة تانية خالص. صبره ليس كصبر المخلوقين، صبره لا يشبه صبر المخلوقين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وذلك من وجوه ثلاثة. إيه؟ الوجه الأول أن صبر الله سبحانه وتعالى عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تامة. صبر الله سبحانه وتعالى عن قدرة. ليه؟ ما هو في واحد ممكن يكون صابر بس صبره عن عجز، وهيعمل ايه؟ ما هو ما باليد حيلة زي ما بيقولوا، يعني هيعمل ايه؟ فقير وغصب عنه لازم يعيش الفقر، يعني هو قادر يبقى غني وما بقاش. مريض ولازم يعيش المرض، يعني هو قادر يخف وما خفش. فصبر كثير من الناس إنما يكون صبر عن عجز،
أما صبر الله سبحانه وتعالى فعن قدرة تامة على عباده وبرغم من ذلك صابر. 2 عن علم تام بما يفعله عباده. ممكن تلاقي لك واحد صاحب وانت بتروح معاه وبتيجي معاه وبتضحك وبتساعده وبتعمله واخدين انت بالك، بس عن جهل بما يفعله وراء ظهرك. فيجي واحد يقول لك انت صابر على ده ازاي؟ تقول له يا عم ما هو راجل ابن حلال، هو في حاجه يعني؟ ما فيش حاجه. يقول له لا ده بيقول وراك وبيعمل وبيسوي وبتاع. فيكون صبرك عليه وحسن معاملتك له انما هي عن جهل بما يفعله، انما ربنا سبحانه وتعالى صبره لا عن غفله وجهل. عشان كده ربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربنا شايف ومطلع على كل ما يحدثه الناس سواء على مستوى الافراد او على مستوى الدول والامم. فربنا عارف اللي اسرائيل بتعمله، وعارف اللي هم بيخططوا له، وعارف اللي الامارات بيخططوا له، وعارف اللي امريكا بتخطط له، وعارف قوى الشر ماذا تفعل وماذا تريد سبحانه وتعالى. والله من ورائهم محيط وهو القاهر فوق عباده وليغلبن مغالب الغلاب سبحانه وتعالى. فالله غالب على أمره، فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى صبره عن علم تام وعن قدرة تامة لا عن عجز. فالله قادر على أن ينتقم لكنه يصبر جل في علاه. 3 عن حكمة تامة. ففي واحد صبرك عليه ممكن يكون غلط، ما ينفعش انك تصبر عليه. اما الله سبحانه وتعالى فصبره عن حكمة، فهو صابر لحكمة. ممكن تكون الحكمة ديت انه يصبر على عبده ليستخرج افضل ما فيه. ربنا سبحانه وتعالى صبر على خالد مع انه في غزوة احد تسبب في مقتل 70 من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك من المهاجرين حمزة ويكفيك من الأنصار عبد الله بن حرام الأنصاري الذي كلمه الله كفاحا من غير واسطة. لو ما فيش في 70 غير دول بس كفاية عليه. وبالرغم من ذلك ربنا صبر عليه لغاية ما بقى سيف من سيوف الله. ربنا سبحانه وتعالى صبر على عمرو ابن العاص أرطبون العرب وداهيتهم لغاية ما جه وفتح مصر، وانت بمراتك بعيالك بجدودك بجدود جدودك كلنا كده في ميزان حسنات سيدنا عمرو بن العاص. طيب قعد يحارب ربنا كم سنة؟ 21 سنة. أسلم قبل فتح مكة بسنة، يعني أخذ مع النبي سنة ولا 2 و20 سنة بيحارب فيه، وربنا صبر عليه لغاية ما استخدمه في خدمة دينه وتسبب في فتح أكبر بلد في العالم الإسلامي العربي وهي مصر. فمصر فيها كم مليون؟ 100 110. لا ده غير اللي بيموتوا ويعيشوا بقى. شوف بقى من سنة من بقالنا 1400 سنة مصر اتولد فيها كم واحد ومات فيها كم واحد وعاش فيها كم واحد. لو انت عديتهم ممكن تلاقيهم قرابة المليار ولا حاجة. يعني من ساعة ما الإسلام دخل في مصر لغاية ما القيامة تقوم ممكن تلاقي مصر ديت عاش فيها في الفترة بتاعت ايه 1500 2000 سنة على ما القيامة تقوم. ممكن تلاقي الفترة ديت مثلا فيها قرابة مليار كلهم جايين في ميزان حسنات سيدنا عمرو بن العاص هو اللي فتح مصر وصاحب فكرة فتح مصر. ده سيدنا عمر بن الخطاب كان معترض وقال له ارجع بأصحاب رسول الله لا أم لك، لا تغامر بأصحاب رسول الله. قال له لا، هو الخطاب كان جاي لأن لو عديت العريش خلاص ما رجعش، وما رضاش يفتح الجوابة لما يعدي العريش عشان ما يبقى ليه حجة انه يكمل. سبحان الله العظيم. فهو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا في فتح مصر، لأنه هو صاحب الفكرة. ما ممكن واحد يعمل فكرة يقترح فكرة والتاني ينفذ، ممكن واحد ينفذ والتاني يقترح، لا ده هو اللي اقترح ونفذ. فهو واخدها كده جملة وقطعي زي ما بيقول. طب بعد ما فتح حسابها لا تناه يحكمها لغاية ما مات. طب مات عنده كام سنة؟ 91 سنة. وعلى قد كده بس لا، وفتح ليبيا وتناه ماشي لغايه ما وصل للقيروان. هو اللي فتح بلاد المغرب كلها، فمش على قد مصر بس. ففاتح افريقيه عمرو بن العاص. فربنا صبر عليه 21 سنه يحارب خير رسل الله لغايه ما ربنا طلع منه افضل ما فيه. وقد يصبر الله على عبده استدراج له، زي ما صبر على شارون كده لغايه ما نتن والدود طلع من بقه قبل ما يموت، وزي ما هو صبر على نتنياهو بياكل وبيشرب وبيطفح زي الخنزير وسايبه يتنفس وسايبه يروح ويجي وبصحة عادي.
فقد يصبر الله سبحانه وتعالى على عبده استدراجا، وقد يصبر الله سبحانه وتعالى على عبده على عباده ليستخرج أفضل ما فيهم، وحكم تانية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. بل قد يصبر الله سبحانه وتعالى على واحد مراعاة لخاطر واحد تاني. يعني ممكن تلاقي هو في واحدة لها خاطر عند ربنا وابنها عاصي، فربنا يصبر على العصر اهو عشان خاطر يجبر قلب امه وما يكسرش بخاطرها وما يكسرش بقلبها. حاجات بقى لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، امور لا يعلمها الا الله، وحكم بالغات اذا بدا لنا بعضها فقد يخفى جلها. ده ربنا بس لما بيبين لنا حكمه بيبين كده بس ايه، لحسه كده من قعر الطبق بس تشوف كده بعض حكم ربنا سبحانه وتعالى. والا فلله الحجه البالغه سبحانه وتعالى، لله الحجه البالغه سبحانه وتعالى. يبقى ده اول فرق، ان الله سبحانه وتعالى صبره عن علم تام، عن قدره تامه، عن حكمه تامه. اثنين، الفرق بين صبر ربنا وصبر المخلوقين ان الله لا يخشى الفوات. يعني ايه ان الله لا يخشى الفوات؟ يعني ما فيش مصلحة صابر عشان يحافظ عليها، لا مش خايف ربنا من حاجة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها، مش خايف ربنا من حاجة. انت ممكن تبقى مثلا عندك صناعي في الشقة ومطلع عينك ومطهقك وما انتش راضي تمشيه، تقول انا همشيه ازاي ومفيش صنايعي هيخش على صنايعي تاني وممكن ياخد الفلوس ويمشي وممكن ما مش عارف اجيب صنايعي غيره، اديني صبر بقى وخلاص لغايه ما ربنا ايه يفرجها ويكمل الشقة. مثلا تلاقي واحد مثلا صبر على المدير بتاعه وهو مزهقه وممكن يكون بيهينه، بس يقول لك انا هعمل ايه، مفيش شغلانه وممكن لو سبت الشغلانه ديت ما الاقيش شغلانه ثانيه، ادينا صابرين. فهو صابر يخشى الفوات. تلاقي واحده ولا ده جوزها مطهقها مطلع البلع على جتتها والعياذ بالله، وصابره ليه؟ عشان خاطر الاولاد، عشان خاطر لو اتطلقت ما لهاش مكان هتروح تبات فيه، محدش هيصرف عليها، فهي تصبر خشيه الفوات. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما بيصبر هيصبر خشيه الفوات؟ لا، سبحانه وتعالى. ثلاثة، لا يصيبه سبحانه وتعالى بصبره ما يصيب المخلوقين من هم وضيق وحرج. الصبر يا جماعة في اللغة الايه؟ الحبس. اثنين، مؤلم. عشان كده ربنا قال ايه؟ الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ضياء والصلاة نور. الصلاة نور والصبر ضياء. الصلاة نور والصبر ضياء. ليه؟ الصلاة بتنور الطريق زي ما الصبر بينور الطريق، بس الصلاة ما فيهاش أي ألم، ولا يشعر بألم في الصلاة إلا من قل خشوعه وضعفت محبته. يعني مين اللي الصلاة بتبقى طولة عليه وتلاقيه عاوز يخلص الصلاة؟ اللي ما عندوش خشوع أو عضلة المحبة عنده ضعيفة، ما بيحبش ربنا قوي. إنما اللي خشوعه كامل ومحبته ربنا تامة ما بيبقاش عاوز يطلع من الصلاة أصلا. فالصلاة ما فيهاش أي إرهاق أصلا، بالعكس ده اللي تعبان لما يصلي يستريح. قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. يعني هرمون السعادة كده بيتفرز وهو بيصلي كده بيبقى في قمة النشوة والسعادة. مفيش بعد كده. سبحان الله العظيم. فديت أمور عجيبة وغريبة. فهذه ثلاثة فروق بين صبر الله وصبر المخلوقين. آخرها أن الله لا يصيبه ضيق، لا يصيبه هم، لا يصيبه نكد، لا يصيبه حرج بسبب الصبر. في واحد بيبقى بيصبر بس من جواه بيغلي، انما ربنا لا حاجه، مفيش ادنى مشكله اطلاقا. فلا يصيبه ضيق ولا حرج ولا هم ولا غم بسبب الصبر، لان الصبر حراره، الصبر ضياء زي واقف تحت الشمس لازم هينكوي بيه. صبر الشمس نافعه وبتنور لك الطريق وبتضيء اكتر، بس اصبر بقى وانت واقف تحتها. فالصبر ضياء، صبر في اللغه الحبس، بس الكلام ده بالنسبه للمخلوقين، انما بالنسبه لربنا لا ولا حاجه. طيب المفروض الانسان كيف يتعبد لله باسمه الصبور بدون ادنى تردد ان يتخلق بهذا الخلق؟ وزي ما قلنا يا جماعه قبل كده ان اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته نوعين اثنين. في اسماء وصفات لا يجوز للعبد ان يتخلق بها، فهي مما اختص الله بها
نفسه كالايه؟ الكبر، كالكبر، الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته النار ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المنان. طيب هل يجوز لك أن أنت تمن؟ لا، ده المن من محبطات الأعمال، المن من محبطات الأعمال. طيب في بقى أسماء وصفات أخرى لا، ينبغي للعبد أن يتخلق بها، وكلما تخلق بها اقترب من الله أكثر ورضي الله تعالى عنه أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فوصف نفسه بالرحمة ووصفهم بالرحمة وأوجب لهم الرحمة لاتصافهم بالصفتين التي وصف الله بها نفسه. الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود: يا داود تخلق بأخلاقي ومن أخلاقي الصبور. الأثر ده هو الواحد وقف قدامه مبهوت مستعجب. ليه؟ هو قال له تخلق بأخلاقي، جميل جدا. طبعا احنا بنتكلم عن الأخلاق التي يجوز للعبد أن يتخلق بها، عرفنا دي، ودي أخلاق كثيرة جدا: الرحمة والرأفة واللطف والصبر والحلم والكرم والجود، كتيرة. بس لما ربنا اختار لسيدنا داود اختار له ايه؟ بيرشح له حاجة، بيقول له ومن أخلاقي الصبور. فالصبر ده المرشح رقم 1 للأخلاق التي ينبغي للعبد أن يتخلق بها من أخلاق الله. فأولى صفة وأول صفة ينبغي على العبد أن يحرص أن يتخلق بها من أخلاق الله هي صفة الصبر، دي اللي ربنا رشحها لسيدنا داود. فعلا سيدنا داود كان أصبر الناس، وإلا ما كانش هيصوم يوم يفطر يوم، ما كانش هيصبر على الحديد لغاية يليم في إيده، ما كانش هيصبر على قيام الليل إنه يقوم بالثانية بالشعرة، ينام نص الليل يقوم تلت الليل وينام السدس اللي قبل الفجر بالريموت كنترول. صبر على نفسه لغاية ما طوع نفسه لنفسه. وكان صبر على بني إسرائيل، فصبر على بني إسرائيل وصبر على الحديد وصبر على نفسه وصبر على الطاعة وصبر على العبادة، صبر. ففعلا تخلق بهذا الخلق: ومن أخلاقي الصبور، ومن أخلاق الصبور. طب الإنسان عشان يصبر، الصبر في اللغة إيه؟ الحبس، لازم تحبس نفسك. طيب ضد الصبر إيه؟ الاستعجال، ده أول ضد. عشان كده ربنا قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل له. يبقى ضد الصبر الاستعجال. 2 ضد الصبر الهوان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلازم الإنسان يصبر خاصة أمام أعداء الله، ولا يظهر لأعداء الله ضعفه مهما كان ضعيفا. عشان كده أحد الصحابة في غزوة بدر وكانوا حوالي 300 والتانيين كانوا حوالي 1000 3 أضعافهم، والصحابي ماشي قدامهم فارد صدره كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. مش كده كنت تلاقي يحيى السنوري الله يرحمه رحمة واسعة تقبله الشهداء، تلاقيه ماشي عينه زي الصقر وفارد صدره كأنه قائد كتائب عز الدين القسام، فعلا صقر شرس، صدره مفتوحة. ليه؟ لأن هذا موضع ينبغي فيه الصبر، والصبر إنك تبقى كده، لا تهن ولا تحزن وأنت الأعلى، أنت معك الله، أنت معك الله، أنت معك الله. فضد الصبر الهوان، ضد الصبر الاستعجال. والله لا يعجل لعجلة أحدكم. ضد الصبر الاستعجال، ضد الصبر الاستعجال، ضد الصبر الانقطاع وعدم المداومة. مش كده ربنا قال اصبروا وصابروا ايه؟ ورابطوا، تنيك مرابط، ثابت على الصغر اللي انت فيه، ثابت على العبادة اللي انت عليه، ثابت على الدعاء اللي انت بتدعيه، ثابت على الذكر اللي انت بتذكره، ثابت على الصدقة اللي انت بتصدقها، لغاية ما ربنا يتوفاك وانت ثابت. اللهم ثبتنا ولا تفتنا. فضد الصبر الاستعجال، ضد الصبر الهوان، ضد الصبر الانقطاع وعدم الاستمرار. فهذه أضداد الصبر الثلاثة، فهذه أضداد الصبر الثلاثة، فهذه أضداد الصبر الثلاثة. والصبر طبعا ربنا ذكره في القرآن كتير، لدرجة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال إنما ذكر الصبر في كتاب الله في 90 موضعا. قال الإمام أحمد إنما ذكر الصبر في كتاب الله في
90 موضع، في 90 آية، في 90 آية. ويكفي لو لم يكن في الصابرين إلا أن الله يعطيهم أجرهم بغير حساب لكفى، بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. وجعل الصبر خيرا للصابرين سبحانه وتعالى، وجعل معيته للصابرين، إن الله مع الصابرين، فجعل معيته لهم وجعل محبته لهم. لكن استوقفتني آيتين عجاب جدا. ايه تستفيد منها؟ حاجة عجيبة قوي. ايه؟ ان اعمال القلوب والعبادات الاخرى بتتفتح بالصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين ايه صدقوا واولئك هم المتقون. فالتقوى والصدق، ودي اعظم منازل السائرين الى الله، جيت لما الصبر كان سابق لها. فانت تصبر فتصير صادقا، تصبر فتصير متقيا، فلا بد للتقوى من صبر، ولا بد للصدق من صبر، وربنا يجيب في آية أخرى الصبر مع اليقين. فاليقين لا يكون إلا مع الصبر، التقوى لا تكون إلا مع الصبر. أنت عاوز توقن، طب أنت هتوقن في يوم وليلة؟ أنت نفسك تصل لدرجة اليقين. طب السؤال، أنت هتصل لليقين في يوم وليلة؟ طيب سؤال، نفسك تكون من المتقين، هتبقى من المتقين في يوم وليلة؟ نفسك تكون من الصادقين ومع الصادقين، عشان تبقى من الصادقين ومع الصادقين هتبقى من الصادقين ومع الصادقين في يوم وليلة؟ ده انت لازم تختبر وتبتلى وتفتن لغايه ما ربنا يطلع الذهب اللي جوه قلبك. الذهب ما بيطلعش الا لما بينحرق ويخش النار ويسيح، وبعد كده يبقى ذهب خالص. طول ما دخلش النار بيبقى ذهب مغشوش مخلوط. امتى يبقى ذهب نقي؟ لما يدخل النار ويطلع ذهب خالص نضيف عيار 24. فلا بد لليقين من صبر، ولا بد للتقوى من صبر، ولا بد للصدق من صبر. عشان كده الصبر يكون شامل لكل منازل السائرين إلى الله. يعني انت عاوز توكل، لازم يكون معاك صبر على التوكل. طب نفسك تصلي قيام ليل، لازم يكون معاك صبر على قيام الليل. لازم تكون عاوز تصوم اثنين وخميس، لازم يكون لك صبر مع صيام الاثنين وخميس. لازم عاوز تبقى من اهل القران، يبقى لازم تقرا قران وتفسر القران وتذاكر القران وتقيم الليل بالقران وتتخلق بالقران وتبقى من اهل القران وتطبق القران وتمشي مع القران وتعيش مع القران، وكل ده محتاج صبر. فكل منازل السائرين الى الله سواء اعمال القلوب او اعمال الابدان لابد لها من صبر. فالصبر هيفتح لك ابواب منغلقه لا تفتح لك إلا بالصبر، ولا تفتح لك إلا بخوض التجربة والصبر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أن ملكين جاء فأخذ بضبعيه، شدوه قالوا له اقف، ثم مشى به حتى أتى به إلى جبل وعر، فقال لي: اصعد ارتقي. فقلت: إنه وعر، مين اللي هيقدر يصبر على حاجة زي كده ولا يمشي فيه؟ فقال لي: اصعد وسنسهله لك. بس السؤال بقى، والتسهيل بتاع ربنا جه قبل ما تصعد ولا بعد ما صعدت؟ بعد ما صعدت تلاقي الموضوع تيسر ومشي. تبقى تيجي عاوز تصوم بكره، يا عم بكره انت رايح مشوار والدنيا شمس وهتروح المدرسه وتطلع من المدرسه على الكتاب والحكايه والروايه والغط والبتاع، يقوم جاي مهمدك ما تصومش. طيب جيت نويت، تلاقي نفسك قمت قبل الفجر في بطين موجودين على حته جبنه الصحارطه. طيب رحت المدرسه، الدنيا كانت سهله وبسيطه، طلعت من هنا على هنا اليوم عدى. التسهيل جه بعد انت ما صمت، اثناء ما انت صايم ربنا سهلها. كنت في اليوم اللي انت فطران فيه لو الغدا اتاخر نص ساعه تبقى هتموت وبطنك بتصوصو. طب لو انت بقى ما صايم ما تفكرش في الاكل اصلا وما تحسش باي تعب ولا اي حاجه، وتحس انت خفيف وزي الفل. فالمفطر موكل الى بطنه، والصائم موكول الى ربه، ياكله هو بقى. ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالفطران متكل على معدته، فلازم بقى تحط لها بنزين. انما الصائم ده بياخد مدده من الله سبحانه وتعالى. طب يصوم، اصعد فسنسهله لك، اطلع هنسهله لك. هكذا بقى في كل شيء. بتذاكر، بتاخد دورة، بتاخد كورس، بتاخد دراسات عليا، ماجستير، دكتوراه، بتفتح مشروع، بتعمل حاجة، اصبر واقتحم. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. والتسهيل هتيجي وانت شغال، وانت في السكة،
ابدأ حفظ القرآن إن شاء الله قصار الصور، ابدأ يتعلم قراءة القرآن وانت في السكة ربنا هيسهل لك. طول ما انت بره هتبقى خايف، خش في التجربة هتنجح. عشان كده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان الصبر والسماحة. خلص الدين بس خلاص. النبي لخص الدين كله في ايه؟ في كلمتين، ايه؟ الصبر والسماحة. السماحة ان الواحد يبقى سمح في العطاء، بيعمل حاجة بسماحة نفس. ليه؟ ما انت الدين كله عبارة عن ايه؟ يا فعل مأمور يا ترك محظور. ترك المحظور محتاج صبر، وفعل المأمور محتاج سماحة. يبقى عندك سماحة وانت بتتصدق، سماحة وانت راح تحج وتعمل عمرة، سماحة وانت بتصوم، سماحة بتبذل بجود. تلاقيه في واحد تلاقي الطاعة تقيلة على قلبه كأنه باخل بقى على ربنا، لو قرا جزء كأنه حامل هرم سقارة فوق كتافه، لو صلى على النبي 100 كأنه كان بيحارب المسيح الدجال. ايه يا عم في ايه؟ هو الكلام تقيل على لسانك؟ هي قراية المصحف 200 كيلو حديد بتشيلهم في الجيم؟ هي إيه العملية صعبة ليه؟ يعني صعبة. تلاقيه في واحد كل حاجة بيعملها صعبة، جاي يصدق ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه تلاقيه يفكر 500 مرة قبل ما ياخد قرار زي ده، كأنه داخل مشروع أو عاوز يعمله دراسة جدوى. في واحد تاني تلاقيه ايه؟ سمح، تلاقيه عنده سماحة، ما بيترددش في فعل الطاعة. في واحد تاني تلاقيه بيعمل في حرب أهلية جواه على ما يعمل حاجة، ده ما عندوش سماحة، ده ما عندوش سماحة. وفي واحد تاني سهلة بسيطة بيعمل حاجة بأريحية. فالدين كله محتاج الحاجتين دول، صبر وسماحة. هذا الحديث من أمهات الأحاديث التي تلخص الدين في كلمتين: الإيمان الصبر والسماحة. يا سلام يا سلام. طيب ما هي أنواع الصبر ودرجاته؟ العلماء قسموا الصبر تقسيمات كتير، هختار منها تقسيمتين دول أهم حاجة في الموضوع. إلا الكلام في الصبر، الإمام ابن القيم عامل كتاب بحاله عن الصبر والشكر، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ممكن لو أنت عايز ترجع له يبقى ارجع. إنما اللي يهمني في تقسيمين 2 للصبر. التقسيم الأول، الصبر 3 أنواع: لله، بالله، مع الله. يبقى أنواع الصبر إيه؟ 3: الصبر لله، الصبر بالله، الصبر مع الله. النوع الأول وهو الصبر لله. الصبر لله إنك أنت تكون بتصبر ابتغاء وجه الله، طلبا لرضا المحبوب. مش اللي حامل عليك الصبر الناس تقول عليك صبور، او ان يكون صبر لا حيله، ما انا عاجز، انا هعمل ايه يعني، ما باليد حيل. لا، ودي حاجه يا جماعه. طيب هديها لك يلا بالمره وندخل العنصرين في بعض. ايه هي علل الصبر؟ افات الصبر ايه؟ افات الصبر ايه؟ وانا بشرح انواع الصبر انت هتفهم علل الصبر افاته. اول نوع قلنا الصبر لله، انك بتكون بتصبر لله. اول عله انك ما تحققش الشرط ده، انك بتصبر يا اما عشان يقال عنك صابر ويقال عنك جدع ويقال عنك متحمل، او انك بتكون بتصبر عجزا، ما باليد حيله، اعمل ايه؟ فاللي بيصبر عجزا هو لا يصبر لله، واللي بيصبر عشان يقال عنه صابر ويقال عنه حمول ويقال عنه بتاع احمال ويقال عنه ما احنا ما شفناش زيه، هذا لا يصبر ايضا لله. امال تصبر ليه؟ ابتغاء رضا المحبوب، ابتغاء رضا الله. دول الذين يوفون اجرهم بغير حساب، دول اللي ربنا معاهم في الصبر. طيب النوع الثاني الصبر بالله، قال تعالى: فاصبر وما صبرك الا بالله. يعني وانت بتصبر ما تصبرش وانت باصص لنفسك ان انا هقدر اصبر، انا جدع، هحمل، هستحمل. لا يا حبيبي، تقول له يا رب انا مش هقدر، بس انت تقدر. يا رب المرض شديد بس انا مش قادر استحمل، خليني استحمل يا رب. فتصبر بالله، مش تصبر اعتمادا على حولك وقوتك وطولك وقوة تحملك. لا، تقول له يا رب انا من غيرك مش هصبر، بس انت هتصبرني. صبرني يا رب، صبر بيك يا رب، ماليش غيرك يا رب، قويني يا كريم. فيقويك ويصبرك. طبعا يا جماعه في حاجات مستحيل الانسان يصبر فعلا عليها الا خاصه في الدنيا بتاعتنا
دنيا العجائب والغرائب. هذه الدنيا في زماننا هذا لا تسمى إلا بأم العجائب، كل شيء فيه عجيب، ما فيهاش حاجة كده طبيعية، كل حاجة فيها مش طبيعية، كل شيء عينك بتبص له تقول هو ده بيحصل ازاي؟ اللي بيحصل ده شيء مش طبيعي. واللي يقارن بالعيشه اللي كانت الناس ايام زمان عايشانها، ان شاء الله ايام الجاهليه الجهلاء، ايام ابو جهل والوليد بن المغيره، هيعرف ان احنا اللي عايشينه ده وضع مش طبيعي. فمحدش هيصبر في زماننا الا اللي بيصبر بالله مستعينا بالله، فاصبر وما صبرك الا بالله. 2، وده صبر الصديقين والانبياء والمرسلين بقى والعباد والزاهدين، الصبر مع الله، ان هو يبقى ماشي مع مراد الله الشرعي والكوني خطوه بخطوه، يقف حيث توقف ويمشي حيث مشى ويجري حيث جرى، هو ماشي مع الشرع. ده صبر ايه؟ مع الله. الربا حرام يبقى حرام، صابر مع ربنا. الشغلانه دي حرام يبقى ما اشتغلهاش، صابر. انا ما كنتش اعرف وتوظفتها، طب اديك عرفت يبقى استقيل. طب ومراتك وعيالك، لا مراتك هتتطلق، ولو اتطلقت ما تروح تتطلق ما يهمنيش، وعيالي مش هيموتوا من الجوع، ليهم رب اسمه الكريم. يبقى ده ايه؟ صبر مع الله، ماشي حيث يمشي الشرع وتقف حيث يقف. الشرع يقول لك امشي امشي، الشرع يقول لك اقف. قال سفيان الثوري: من استطاع منكم الا يحك راسه الا بشرع ودين فليفعل. لو تقدر انك ما تحكهاش الا بدليل من الكتاب والسنه اعمل. فصبر بالله، صبر لله، صبر مع الله. تقسيمه تانية للصبر غير التقسيمه اللي قبل كده، وهنقولها ونختم وننزل ان شاء الله. ايه انواع الصبر؟ صبر على الطاعه. 2، صبر عن المعصيه. خلي بالك بقى من الحته اللي جايه دي، ويدخل، انتبه. طب هعيد الكلام تاني. اول نوع ايه؟ صبر على الطاعه. تاني نوع صبر عن المعصيه. يدخل في هذا النوع بعض الصبر عن المباح. يبقى مش صبر عن المعصيه بس، ده صبر عن المعصيه وكمان صبر عن الايه؟ عن المباح، حذر من الوقوع في الحرام. فكان السلف وكان الصالحون وكان الزهاد يتركون اشياء من المباح حتى لا يقعوا في الحرام. هو التعدد الزوجات ما هو مباح وزي الفل، وهو الاصل كمان، وربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بس قال فان خفتم الا تعدلوا فواحد. فممكن واحد يترك المباح اللي هو التعدد، يتجوز 2 و3 و4 خوفا من الوقوع في الحرام، وهو عدم العدل. هتقدر تعدل الجوز، مش هتقدر يبقى خاف على نفسك. لا يستكثر من الطعام، لا يستكثر من الشراب، لا يستكثر من النوم، لا يستكثر من الشهوات، لان دي ممكن تجرجره للوقوع في الحرام. دي تجرجره في الوقوع في الحرام. النوع الثالث الصبر على البلاء. سيدنا يوسف النوع الاول والثاني، الصبر على الطاعه والصبر على المعصيه ده بمزاجك باختيارك بارادتك، انما الصبر على البلاء لا دخل الانسان فيه. فالصبر على الطاعه والصبر على المعصيه ده من كسب الانسان باختياره. عشان كده شيخ الاسلام رحمه الله عليه قال: صبر يوسف وهو في الجب كان صبرا على البلاء، انما صبره على امراه العزيز ده كان صبر عن معصيه الله، فهو اكمل واشرف لانه بكسبه بايده باختياره كان في امكانه يقع في المحظور وما وقعش. انما الجب هيعمل ايه؟ اخواته حطوه في البيت انه قاعد لغايه ما واحد جه طلعه طلع، هيعمل ايه؟ ما بيلتحق. وبالرغم من ذلك صبر وهو طفل لغايه ما ربنا كرمه وطلعه. فدول 3 انواع. اول نوع الصبر عن المعصيه، ودي تيجي ازاي؟ سببها حاجتين. 1، خوفا من العقوبه، انك تكون خايف ان ربنا يدخلك النار بسبب الذنب اللي انت هتعمله ده. انك تكون خايف ان ربنا يدخلك النار بسبب الذنب اللي انت هتعمله. والخوف من العقوبه يكون بالتصديق في الوعيد، انك تقرا. عشان كده يا جماعه لازم تقروا في كتاب الترغيب والترهيب الامام المنذري. لما تيجي مثلا تشوف قطيعه الرحم وتقرا عقوبه قطيعه الرحم، ومصدق الاحاديث اللي في قطيعه الرحم، هتصبر غصب عنك عن الوقوع في قطيعه الرحم، وهتروح لاخوك تصالحه خوفا من قطيعه الرحم، لان انت قاري الاحاديث اللي في كده. لما يبقى قدامك واحد وانت بتسلم عليه ولا بيسلم عليك، فخايف من هجران المسلم فوق 3،
فتروح غصب عنك وتعصر على نفسك 10 ليمونات وتروح تصالحه خوفا من الوقوع في الحرام. الخوف من الوقوع في الحرام بيجي بسبب ايه؟ التصديق في الوعيد. طب ده انت ما تعرفش اصلا. مش كده بنقول يا جماعه اقروا، يا جماعه اسمعوا. شوف انت لو كلت جنيه حطيته في بنك وكلت ربا دخلك جنيه حرام بالربا، قال ده عقوبته عند ربنا، لا درهم ربا اشد عند الله من 36 زانيه. الربا 72 بابا ادناها مثل ان يطأ الرجل امه، وان من اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. ما تجيبش في سيره حد، اقعد في بيتك. وخوفا، يبقى الخوف من العقوبة. 2 وحذرا من سلب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني. في نوع بقى أعلى، حياء من الله، إن الواحد ما يعملش الذنب حياء من الله، حياء من الله، إنه مكسوف من ربنا، مش عاوز يزعل ربنا، مش عاوز يغير معاملته مع ربنا. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. ففيه يبقى الصبر عن المعصية خوفا من العقوبة، حذرا من سلب الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالمعصية ممكن تطار إيمانك خالص. في معصية ممكن تكفر، تكون عقوبتها انك تكفر، ربنا يوقعك في شكوك بسبب المعصية اللي انت عملتها دي. 3 حذرا من سلب الإيمان. 3 حياء من الله. طيب الصبر على البلاء، الصبر على البلاء يجي ازاي؟ يجي ازاي؟ 1 بالنظر في الجزاء، بالنظر في الجزاء. انا مريض، طيب انت لما تيجي تشوف ان السخونيه، بس السخونيه بتكفر عن المسلم كل معصيه عملها. لا تدخل في مفصل ولا عرق الا دخلت، فتكفر المعصيه بتاعت العضو ده، وتحط عن المسلم الخطايا والذنوب كما تحط اوراق الشجره من الشجره. فساعتها هتستحمل دور السخونيه لما يجي لك. ماشي. العمى، واحد يا ولا ده نظره كف لغايه ما اتعمى خالص. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي الا الجنه. فالانسان لما يبقى مريض ويبص في الجزاء هيصبر على المرض. طب لما يبقى فقير ويبص في الجزاء، النظر في الايه؟ في الجزاء. لما يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فاذا اكثر من فيها من الفقراء، ودخلت النار فاذا اكثر من فيها من النساء، فيعرف ان فقراء المسلمين ومساكنهم اكثر اهل الجنه، فيقول لك الحمد لله ان اللي جعل قد رايح. لما يعرف ان فقراء المسلمين سيدخلون الجنه قبل اغنيائهم ب 500 سنه، وانت واقف تحت الشمس 500 سنه وهو يخش، ساعتها الواحد لو اصيب بالفقر هيستحمل. ليه؟ ما انا هتهنى 500 سنه، انا اصبر على فقر 10 سنين ولا ان الشمس تبقى فوق دماغي 500 سنه. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم اهل العقوبه ما اعده الله لهم، لو يعلم اهل البلاء ما اعده الله لهم يوم القيامه لتمنى اهل العافيه ان قرضت جلودهم بالمقاريض. كان يتمنى كده ان ربنا يجيب موز ويقعد يشرح في جدته. يبقى الصبر على بقى ياتي بايه؟ بالنظر في الجزاء، النظر في الجزاء. 2 تذكر سوالف النعم. ان ربنا اداني شويه مرض، ربنا ابتلاني بعيل قرفني، ربنا طب ما تفتكر بقى، وربنا ما اداكش حاجه حلوه خالص من ساعه كده ما اتولدت لغايه النهارده، ربنا ما اداكش اي حاجه حلوه خالص. تذكر سوالف الايه؟ النعم. فتقول لا ده ربنا ياما اكرمنا، وربنا ياما اكلني، وربنا ياما شربني، وربنا ياما كلنا وياما شربنا وياما هيصنا وياما فرحنا، فلما يجيني شويه مرض مش مشكله. وبعدين المرض ده اصلا ده ربنا بيخفف به ايه؟ ذنوبي عشان اروح له وانا نضيف. دي عمليه تطهير كده قبل الدخول على الملك. يبقى 2 تذكر سوالف النعم. 3 انتظار روح الفرج. انتظار ايه؟ روح الفرج. فياتي هنا بقى اسم الله اللطيف يدخل مع اسم الله الصبور، يعمل لك ميكس جميل في حياتك، انك انت تتنسم روح الفرج. ان المرض ده فيه شويه الطاف كده وهيخلص وهيعدي، وبكره ابقى اقول لما كنت تعبان كان بيحصل لي كذا. ان دوام الحال من المحال، مش حتى انها على طول يعني كده هيجي في يوم وربنا والواد ده هيسافر والواد ده هيتجوز والبنت ديت ربنا هيرزقها بواد ابن حلال ياخدها معاها سفريه ولا بتاع. دوام الحال من المحال، تنسم روح الفرج. 60 حليمة السعدية عجيبة،
امرأة اختارها الله لتكون أما لنبي. واحدة صدريه ما فيهوش نقطة لبن، عندها ناقة لا تبض بقطرة لبن، وحمارة اللي يشوفه يفتكرها هيكل عظيم. طب انت طالعة من بني سعد وراعى مكة تعملي ايه؟ نرجو من الله الغيث والفرج. تقول ولكننا نرجو من الله الايه؟ الغيث والفرج. ده بقى انتظار روح الفرج، صبرة. لو واحدة تانية تقول لك انا هطلع اعمل ايه بس؟ هحرج نفسي. كل واحدة من دول بسم الله ما شاء الله جامدة وراكبة احسن حمارة ومعاها احسن ناقة، هتطلع اللي هيشوفها يقول لها باشا خد الولد. انما وفعلا لما راحت في اهل مكة لفت عليهم بيت بيت، كل اللي يبص لها ويبص للحمارة ويبص للناقة ما يرضاش ايه؟ يديها ابنه. بس ربنا مخبي لها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا حرم عليها الاطفال وحرم هو عليه المراضع. يتيم اورفن، مين اللي هيرضى يديله؟ مين اللي هيرضى ياخده؟ ابوه مش هيدفع. فربنا حرم على رسول الله المراضع، وهي داخله طالعه ترجو من الله الغيث والفرج. فكانت اقل واحده فيهم وهي راحه، واحسن واحده فيهم وهي رجعت. ده بسبب الصبر. الصبر على البلاء، الصبر على ضعف البدن، الصبر على لقية الفلوس. اتحركت عملت حاجه ترجو من الله الغيث والفرج. ستنا هاجر تروح وتيجي وتروح وتيجي وتروح وتيجي 7 مرات، راحه جايه راحه جايه راحه جايه، ترجو من الله الغيث والفرج. يبقى من الحاجات اللي تصبر الواحد على البلاء 3 حاجات، اخرهم تنسم روح الفرج من الله. يا رب فرج علينا، يا رب فرج على اخواننا في غزه، يا رب يا رب كل اخواننا في غزه يا رب، وفي السودان وفي كل مكان. اللهم صبرنا على الايمان حتى نلقاه.